كلامنا النهارده عن عقيلة بني النضير. انتهت سنة 6 هجريا بعد ما حصل في بيت النبي ضجة ما حصلش زيها قبل كده. اتجوز جويرية بنت الحارث وابتلي بمحنة الإفك فأعز أزواجه عليه وأحبهن إلى قلبه بعد السيدة خديجة، وكمان كان فيها صلح الحديبية عشان يجي هلال محرم من سنة 7 هجريا ويتهيأ الرسول للمعركة في محاربة اليهود. وخرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في النصف الثاني من محرم لغزو خيبر ودخلها منتصر. فتحت حصونها حصن حصن وقتل رجالها وسبي نسائها، وفيهم عقيلة بني النضير صفية بنت حيي اللي بينتهي نسبها لهارون اخو موسى عليه السلام. كانت وقتها ما كملتش 17 سنة لكنها كانت اتجوزت مرتين، المرة الاولى من شاعر قومها سلام ابن مشكم، والمرة الثانية من كنانة بن ربيعة صاحب حصن الكموس وحصن في خيبر. الحصن وقتل زوجها لما الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن كنز خيبر انكر ان هو موجود هنا، فالرسول قال له لو دورت ولقيته هقتلك، قال له تمام لو لقيته قتلني، وبالفعل لقاه الرسول قتل زوجها. وخد سيدنا بلال النساء اللي اتأثرت وسار بيهم عشان يروح ناحية المدينة، وهم ماشيين عداهم على الجنود والرجال اللي اتقتلت من قومهم، وكانوا 2 صفية وبنت عمها. صفية كانت عايزة تصرخ جدا وتعيط لكنها مسكت نفسها وما قدرتش تعمل كده. بنت عمها اول ما شافت القوم المقتولين فضلت تصرخ وتصيح وتجيب تراب تحطه على راسها. صفية كانت متماسكة في ترفع وكبرياء، هي كانت متعفرة بالتراب، هدومها متقطعة وعمالة بتصوت. فلما شافهم الرسول قال على بنت عمها اغربوا عني هذه الشيطانة، واخد صفية قربها ليه قال لي بلال يا بلال أنزعت منك الرحمة تمر بامرأتين على قتل رجالهم. ألقى على السيدة صفية رداءه وأمرها انها تسير خلفه، وده كان معناه ان هو اصطفاها ليه. لما انتقلت صفية لبيت النبي كانت في حيرة لانهم كانوا مقسومين 2 ساعتها، صف الفاطمة ابنة النبي وصف عائشة وحفصة وسودة وغيرها، لحد ما قررت انها تكون في صف ال2 واهدت الزهراء حلي من ذهب ليها، لكن ده برضو ما منعش ان حفصة وعائشة يتفقوا عليها مع بقية الزوجات التانية، وانهم كلهم كانوا قريشات وعربيات وهي الوحيدة الاجنبية الدخيلة. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا قلت كيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى. وكلام سيدنا محمد كان برد وسلام على قلب صفية. سيدنا محمد كان بيحمي صفية لحد آخر أيام، عارف إن صفية كانت حاسة بالغربة من نسائه. وماتت صفية سنة 50 هجريا والأمر كان مستقر لمعاوية بن أبي سفيان، ودفنت بالبقيع مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهم.